السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اتكلمنا عن الموبايل وايه الوقت المسموح بيه لكل سن ان هو يمسك الموبايل، واتكلمنا ليه الأطفال بقت مدمنين في الموبايل. تمام؟ طيب احنا كمان ككبار بقينا على طول بنمسك الموبايل ولفترات طويلة. طيب هو دلوقتي بقى عدونا سواء كبار أو أطفال، فالمفروض نعرف مين هو عدونا دوت عشان نقدر نحاربه. تمام؟ طيب مين هو عدونا؟ مين هو الموبايل ده؟ ايه الموبايل ده؟ ايه الاختراع ده؟ ايه الجهاز دوت؟ تعالوا بقى ايه نشوف، نرجع كده فلاش باك لورا ونشوف قبل ما يتطور الموبايل ده الحياة كانت عاملة ازاي، وسائل الترفيه بالنسبة لنا كانت ايه. تمام؟ نرجع لورا كده. زمان الموبايل دوت هو اختراع، هو يعني اللي هو التطور للتليفون. التليفون اللي احنا كنا بنتصل ونقول منه الو. تمام؟ فكان عندنا التليفون اللي هو القرص دوت، او التليفون اللي هو الزراير دوت، وبنتكلم ونتواصل مع الناس. تمام؟ بدأ يتطور الموبايل اللي بزراير، وبعد كده بقى اللي هو السمارت فون، او اللي هو الهاتف الذكي، او هو الموبايل اللي في ايدينا واللي انتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي من خلاله. تمام؟ طيب تطوره بس، هل كان مجرد تطور لموبايل ووسيله للتواصل وبس؟ لا. زمان كانت وسائل الترفيه كانت عباره عن ايه؟ كان عندنا التلفزيون. تمام؟ والتلفزيون ما كانش فيه قنوات كتير، كان بنتكلم في الاولى والثانيه، واللي كان يوصل لغايه النايل تي في دي كان بيبقى اعجاز. تمام؟ قبل حتى قنوات الدش وكده. بعد كده كان في عندنا جهاز الفيديو. جهاز الفيديو ده كنا بنجيب شريط فيديو لفيلم او مسرحيه مثلا لسه بتتعرض، او لسه مثلا ما نزلتش على التلفزيون، فنجيبه عشان نتفرج عليه وهي لسه ما نزلتش على التلفزيون. تمام؟ وتتجمع عليها كلها عشان نتفرج عليه. وكان عندنا الاتاري ده كان جهاز عليه العاب كتير، وبنبدا نلعب كلنا، بنقعد مع بعض كده وبنوصله بالتلفزيون ونقعد نلعب اللي احنا عايزينه. جه بقى الموبايل دوت في الجهاز الصغنن ده، جمع كل وسائل الترفيه بتاعتنا ديت وخلاها في ايدينا. وكمان للعلم يعني التلفزيون ما كانتش كل برامج الترفيه او الافلام او المسلسلات او المسرحيات بتبقى طول النهار، لا، هي كان ليها اوقات الساعه 3 كذا، الساعه 8 بيجي كذا، الساعه 11 بالليل بيجي الفيلم مثلا. بعد كده زمان قوي كان التلفزيون اصلا بيفصل، اللي هو يلا روحوا ناموا. تمام؟ الاتاري ما كانتش بتطلع غير يا يوم الجمعه يا اما في اجازه اخر السنه، غير كده ما كانش في حاجه اسمها ان احنا نلعب ونقعد قدام التلفزيون كده ونمسك الاتاري ونلعب. فما كانتش حتى وسائل الترفيه بالسهوله والمتاحه معانا طول الوقت. لكن دلوقتي كلها بقت موجودة على الموبايل عليه كل الأفلام، كل المسلسلات قديمة وجديدة، عربي وإنجليزي وتركي وكل اللغات، عليه كل الألعاب اللي احنا عايزين نلعبها، وكمان بتكنولوجيا حديثة وتطور رهيب في ألعاب الفيديو جيم. تمام؟ الإنسان بطبيعته إيه؟ بطبيعته هو مش بيحب ان هو يشيل مسؤولية، وان هو بيبقى الوقت كله جد وشغل وكده، لا، هو بيبقى حابب ان هو يفصل. تمام؟ فزمان كان عندنا مواعيد محددة هنفصل فيها وهيبقى ده وقت الترفيه بتاعنا. لكن دلوقتي لا، هو الموبايل وفي ايدينا، في جيبنا، في شنطتنا، مجرد ما بنخلص الشغل اللي احنا بنعمله. تمام؟ بنقوم جايين على طول ماسكين الموبايل عشان نفك عن نفسنا شوية. بيحصل كلنا، بيحصل معانا كده. تمام؟ فيبقى دلوقتي الموبايل دوت بقى هو وسيلة الترفيه لينا. زمان الأطفال كانوا بينزلوا يلعبوا في الشارع، ينزلوا يلعبوا قدام البيت، يتجمع الجيران ويتجمع أهل البيت، الأولاد كلهم يلعبوا مع بعض ألعاب جري واستغماية وكهربا وعسكر وحرامية وألعاب كتير كنا بنلعبها واحنا صغيرين، وكتير من الأطفال كانوا يلعبوها وهم صغيرين. الألعاب دي ما كانتش مجرد تفريغ طاقة وجري وخلاص، لا، أغلب الألعاب اللي كنا بنلعبها، صدقوا أو لا تصدقوا، بتنمي الذكاء، بتنمي الانتباه والتركيز، بتنمي القدرة على التحدي والرغبة في الفوز. تمام؟ كل الحاجات دي كانت بتزرعها جوانا مجرد ألعاب كنا بنلعبها. تمام؟ كان الأولاد بينزلوا يلعبوا كورة في الشارع، كان في حركة. تمام؟ دلوقتي طب مش هننزل الشارع لأن الشارع مش أمان. طبعا انا معاكم في كده. مفيش تجمعات عائليه غير كل اسبوع او في الاعياد والمناسبات، فالطفل بقى محبوس في البيت. طب العب بالكوره؟ لا، احسن تكسر حاجه. اتحرك، اجري، اوعى تقع، اوعى تتكسر، اوعى تخبط اخوك، ده اللي بيحصل. طيب الاطفال هتقضي وقت فراغها فين؟ هتخرج طاقتها في ايه؟ هتشغل نفسها بايه؟ يا اما التلفزيون اللي بقى متاح فيه كل القنوات في اي وقت. طبعا الانسان بطبيعته زي ما قلنا، لا، هو عايز ان هو ما يبقاش عنده مسؤوليه، ويقعد بقى ايه، يلعب ويتفرج ويكبر دماغه.
تمام، والحاجة متاحة عندي فخلاص، يعني زي ما بنقول صوت اديني قاعد بتفرج، افتح امسك الموبايل ريلز ريلز ريلز، العب بقى لعبة وتحدي وادخل بقى مع ناس في بلاد تانية واديني عايش حياتي ومقضيها كلها وقت فراغ. تمام. فيبقى دلوقتي الموبايل ده وهو عدونا، هو سلاح ذو حدين، احنا نقدر نستخدمه صح لو احنا حبينا ان احنا نستخدمه صح. تمام. احنا ككبار نقدر ننزل عليه قرآن مقروء ومسموع، نقدر ننزل عليه مثلا كتب ونقرأ فيها أذكار الصباح، أذكار المساء، ننزل عليه كل حاجات مفيدة بالنسبة لنا. ومش بقول إن إحنا ما نتفرجش، لا نتفرج، بس نخلي كل حاجة وليها وقت، مش على طول على طول على طول، لأن إحنا هنتحاسب وهنسأل. حتى الموبايل ده هيكون شاهد علينا يوم القيامة، وهيكون سبب إن شاء الله وبإذن الله وسيلة، يا إما هيدخلنا الجنة يا إما لا قدر الله هنتعذب بيه في النار. تمام. فاحنا ككبار نقدر نستخدمه صح. تمام. الاطفال بقى يبقى لازم الاطفال نشغلهم، ما هم عندهم طاقه وعندهم وقت فراغ بعد ما بيخلصوا اللي وراهم وعايزين يستغلوه، فلازم نشجعهم ان هم يستغلوه صح. وقلنا في الحلقه قبل كده ازاي ايه البديل للموبايل. تمام. اهم حاجه يبقى في العاب فيها تنميه ذكاء، في تنميه مهارات ذكاء، نزود ذكائهم، انتباههم، تركيزهم، تحدي، رغبه في الفوز، رغبه في ان هم يبقوا احسن حد، يبقوا هم الاوائل. فيبقى الموبايل نقدر نستخدمه زي ما احنا عايزين، ونقدر نبعد عنه الكبار والاطفال على قد ما نقدر نبعد عنه، ويبقى دايما في بدائل. وده مش معناه ان احنا ما نتفرجش ولا ان احنا نستمتع بحياتنا. في آية في القرآن بتقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مش احنا المفروض ان احنا بنعيش حياتنا وبننبسط وبنخرج وبنتفسح وبنلعب وبنعمل كل اللي احنا عايزينه بالضوابط اللي ربنا حددها لنا وبما يرضي الله. لكن حتى الموبايل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، حتى الموبايل اللي في ايدينا دي لازم نبتغي بيه وجه ربنا واليوم الآخر والجنة إن شاء الله وبإذن الله. أتمنى أكون أفدتكم وعرفتوا إيه هو عدونا الحالي اللي هو الموبايل، وإزاي نقدر نستخدمه صح. وقبل ما ننهي كالعادة يلا نصلي على النبي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.